صلوا 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 على رسول الله. صلوا 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 على رسول الله. على النبي صلوا صلاتنا توصلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم ان شاء الله تفريز الملوخية، او ازاي بطبخ الملوخية اللي انا مفرزاها. انا طبعا ما صورت اشتريت التفريز، بس هقول لكم ازاي انا بفرزها. انا بجيب الملوخية وبعملها، بقطفها وبغسلها وبنشفها عادي، وبعد كده بخرطها بالمخرطة عادي. بعد كده يعني مثلا لو انا جايبه كيلو ملوخيه، بطبخ نصها واشيل نصها في الفريزر. بشيله ازاي بقى في الفريزر؟ ممكن اجيب كبشه شوربه، اديها غلو على البوتاجاز، واروح حاطه الملوخيه بتاعتي يا دوبك تاخد قلبه واحده بس، واروح طافيه عليها واخليها تبرد، وبعد كده اروح حطاها في الكيس واشيلها في الفريزر زي ما انتوا شايفين. طبعا انا ما بخليهاش كتير في الفريزر، لان انا بجيب على قد استعمالي، يعني كبيري شهر. يعني ممكن اجيب مثلا 2 كيلو ملوخية، اعملها مرة واحدة او اخرطها مرة واحدة، واروح مقسمة الكيلو مثلا او ال2 كيلو على 4 5 اكياس. ماشي، وبعد كده اروح حطهم في الفريزر. ممكن كل اسبوع اروح مطلعة كيلو، اروح مطلعة كيس. على حسب بقى استعمالك في الملوخية او في الطبيخ اللي انت ايه بتعمليه. فانا مش بخليها معايا كتير، عشان ابقى صادقه معاكم، انا ما بخليهاش كتير في الفريزر. يعني مش عامدا، لا يعني انا يعني بستعملها على طول، مش بتطول معايا. طول ما في ملوخيه في الفريزر، جنب اي اكله اروح مطلعه الكيس واروح عامليها. فدي طريقتي في تخزين الملوخيه. تعالوا بقى نشوف ازاي هنطبخ الملوخيه. ادي بقى الشوربه بتغلي معايا، وهنزل عليها بالملوخية طبعا بعد ما تفك. طبعا اراعي ان انا كنت حاطه لها شوربه قبل كده، فطبعا مش هكتر الشوربه المره دي عشان ما تبقاش خفيفه مني. طبعا الملوخيه لازم تكون تقيله، ما تكونش خفيفه عشان ما تسقطش. فطبعا بنقلل الشوربه، ما بنكترش، وهروح ضرباها بالمضرب كده عشان تفك، لان هي ماسكه في نفسها عشان كانت في الفريزر. طبعا هرجع اقولك انا ما جربتش اني اخليها كتير في الفريزر، عشان انا بستعملها على طول. ايه. طبعا على قد استعمالك بقى للملوخية بتحطي الكيس بتاعك في الفريزر، او الكمية اللي انت هتستخدميها بتحطيها في الفريزر. بصوا ايه، بصوا ليها عرق ازاي، زي اللي لسه متخرطة حالا. ايه. بصوا انا بحاول اوريكم ان هي ليها عرق، مش ساقطة مني او مش قطعة. خلاص كده اعمل بقى التومة بتاعتها او الطشة بتاعت الملوخية. ادي طبعا انا حاطه لها يعني ربع معلقة سمنة كده، عشان الشوربة كانت تقيلة معايا، فما كترتش منها من السمنة. اهو. خلاص انزل بقى بمعلقة كزبرة كده، يا دوبك ريحة التوم طلعت بروح نازلة بالكزبرة، تاخد تحميرة، وبعد كده اروح طشة بيها الملوخية. اهي. طبعا مش هحمرها جامد عشان ما تتحرقش مني.
اجيب بقى الملوخية وانزل بالطشة عليها. ودي كانت طريقتي في الملوخية، تخزين الملوخية وتفريزها. يا رب تكون عجبتكم،